السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. طبعا النهارده معانا الاستاذ شريف، وطبعا جايبين لكم العريس الصغير ده اسلام. هو الحقيقه يعني اهميته في القصه كلها ان هو عايز يتفرج على بابا وهو بيشيل الدعامه وهو بيتصور، فانا حققت له الامنيه بتاعته. ازيك يا اسلام؟ ايه رايك في بابا؟ كويس. دلوقتي كويس؟ طب وقبل العمليه؟ وحش. وحش ازاي؟ هو كان كل ما يجي ينام كان بيشخر. انت بتتكلم بجد؟ بيشخر ازاي؟ وكان بيضايقك شخيره؟ ازاي؟ ما كنتش بقدر انام. ما كنتش بتقدر تنام؟ ازاي يعني؟ فاهمني. كنت بنام بالعافيه من صوته؟ طب انت كنت مقعده معاك ليه يعني؟ ما كنت تقول له روح شوف اوضه تانية، ولا عشان بابا؟ عشان بابا. طب انت اللي قلت له روح اعمل العمليه؟ طب قول لي ايه اللي حصل كده؟ طب شفته بعد العمليه؟ ايه رايك فيه؟ اتحسن ازاي؟ ما عادش بيشخر وهو نايم. ده كل الكلام ده احنا عاملين العمليه بقالنا 10 ايام، يعني انت شفته كنت قاعد في ال10 ايام وقاعد برضه مراقبه؟ اكتر حاجه بسطتك ايه؟ انه خاف وقام بالسلام. تتكلم بجد؟ على فكره انا يعني اسلام كان قاعد بره اوضه الكشف، وانا دخلته عشان بابا قال لي اسلام نفسه يشوفني وانا بتصور، فانا قلنا نعمل حديث، بس طلع بصراحه يعني كلامه حلو. طب ما نعمل لك، انت بتشخر انت كمان؟ لا متاكد؟ الحمد لله. انا اعمل لك عمليه شخير انت كمان ولا حاجه؟ ربنا ازيك يا استاذ يسلمك. شريف؟ الحمد لله. احنا لسه شارين دعامه حالا. قول لي ما قبل العمليه ايه اللي جابك تعمل العمليه؟ والله يا دكتور، هو انا بقالي سنه بلف على دكاتره. انا لفيت على دكاتره القاهره والزقازيق والعاشر، هم كلهم قالوا زي حضرتك. بس حضرتك قلت كل اللي هم قالوه، بمعنى من يعني غير اسماء. من غير اسماء طبعا. لا زملاء وبنعتز بيهم جدا يا دكتور، وحبايب في واصحاب. استاذ دكتور كبير في الزقازيق رحت له، قال لي انت مجرد تخش العمليه وتاخد حقنه البنج السر الالهي هيطلع. انا بعت لحضرتك على الواتس قلت لك يا دكتور انا هتنفس ازاي وانا في العمليه؟ انت بتتكلم كلام يعني اسبوع شويه. انا قعدت اسبوع ان انا باخد قرار هعمل العمليه ولا لا، عشان الجمله عشان الجمله دي. استاذ دكتور كبير السر الالهي هتطلع. انا رحت له بعد ما جيت لحضرتك، قلت اسمع منه. كويس. رحت له قال لي كده، قال لي مجرد تعمل عمليه. طب يا دكتور حضرتك هتعمل لي عمليه زي الدكتور بتاع القاهره؟ قال لي طب هتعمل لي عمليه امال هتديني بنج ازاي برضه؟ قال لي لا هو مش اي دكتور بنج. فانا حسيت الكلام كده مش عاجبني، فاستخرت ربنا بصراحه، استخرت ربنا صلاه استخاره. كويس. بس بعد ما قعدت اسبوع بقى في حاله طبعا ده كلمتين يعني استخرت ربنا ورميت حمولي على الله. تمام. تواصلت مع حضرتك وتوكلت على الله. انا جاي يوم العمليه ده، احنا جايين طول الطريق كل اللي في دماغنا ان انا بودع والله بودعهم وان انا مش هشوفهم تاني. ليه وانت ما جيت لي انا قلت لك انا دخلت يا دكتور، انت ما جيت لي انا قلت لك ايه مع حضرتك؟ انت قلت طمنتني في الواتس، طمنتني كويس، ولما جيت لك هنا طمنتني كويس، ودكتور التخدير وهو بيديني الحقنه طمني كويس. طيب الناس هنا بصراحه ناس شافوا شغلها. تمام. بصراحه انا بقول بما يرضي الله يعني. تمام. الناس شافوا شغلها وانا الحمد لله بقيت احسن من الاول. بس لما بتسمع من بره اكيد بتقلق. كل واحد بكلامه، كل واحد برأيه. الناس بره بصراحه شتتني قوي. بس انا رميت حمولي على الله. ايه الفرق لما جيت لنا وسمعت كلامي وكلام الحصاد؟ انا في ميزه شايفها هنا ما شفتهاش عند الناس بره. ايه؟ كل واحد فاهم على شغله. بمعنى حضرتك مسيستم كل واحد بيعمل ايه. انا حضرتك عملت لي العمليه، لما جيت اتابع بعد العمليه وجهتني على الدكتور اسامه. دكتور اسامه ما اثرش معايا بصراحه. تمام. دكتور التخدير عارف بيعمل ايه. انا بكلمه وهو بيحط الماسك، اداني اول حقنه شايل الماسك. يا دكتور راح حاطط لي الماسك ده، قال لي ما تقلقش، راح مديني. كويس. اداني الحقنه الثانيه، رحت شايل الماسك ثاني. يا دكتور قال راح مديني الحقنه الثالثه. كويس. رحت بقى في غيبوبه. تمام. هي ساعه زمن كاني كنت نايم. كويس. كاني كنت بحلم. كويس. شويه لقيت الجماعه داخلين عليا بقى قلت الحمد لله انا لسه صاحي. الجماعه بيقولوا لي انت ما قلتش غير، انت ما بتقولش غير الحمد لله يا رب، الحمد لله. لحد ما روحت لحد ما فقت من البنك وانا ما بقولش غير الحمد لله ان انا رجعت للدنيا تاني. الحمد لله. يعني قول لي بقى كنت بتشتكي بايه، وايه اللي جابك تعمل العمليه، وايه اللي خلاك تلف على الدنيا كلها؟ والله هو يا دكتور عشان الناس عايزه تسمع القصه دي برضه. طبعا انا ما كنتش واخد بالي من ان انا وانا نايم
بيجي لي خنقه نفس وصوتي عالي فانا نايم بشخر بصوت عالي وما بقاش يعني ما بقاش مرتاح. كويس. الجماعه مراتي قالت لي انت بتعمل صوت وبتاع، قلت لها يا ستي ده من التعب والارهاق وطبيعه الشغل يعني عادي. لو ارتحت شويه هفوق. ارتحت شويه هفوق، لقيت نفسي بسوق لدرجه ان انا بقيت انا نفسي بقوم ريقي بقي ناشف، زوري حطب هنا، لدرجه ان انا شكيت ان انا عندي سكر. رحت عملت تحليل لقيت نفسي كويس مفيش حاجه. طب امال النشفان الريق وانا نايم ده من ايه؟ قالوا لك ايه بقى الناس اللي انت رحت لهم؟ انا ما رحتش بقى، انا فهمت ان ده من خنقه التنفس. كويس. فبدات اروح لدكاتره. في دكتور، اول دكتور رحت له قال لي عندك اللوز متضخمه وسقف الحلق. كل واحد قال لك حاجه. دكتور تاني قال لي تخس. دكتور تالت قال لي حاجز انفي وغضاريف. كويس. وتعالى لي بكره الصبح هعمل لك العمليه. كويس. قلت له يا دكتور انا مش جاهز. ما خدتش قرار. كويس. دكتور رابع يعني كل واحد بكلامه. لما جيت لحضرتك بقى جيت لي قلت لك ايه؟ انت قلت لي كل اللي الدكاتره قالوه. اللي طمني اكتر انا دخلت على اليوتيوب وهي بالصدفه انا قاعد بقلب في النت ورحت واخد الرقم بتاع حضرتك منين؟ من على قناه القاهره والناس. كويس. وده انه قاعد معايا السنه دي كلها. انا عمال بلف على الدكاتره. انت بقالك سنه؟ انا بقى انا بلف على الدكاتره وشايل رقمك للاخر. انا عارف ان ده اللي هيخلص. حقيقي انا بكلمك بجد والله. ما جيتش ليه؟ انا عارف ده اللي هيخلص، بس بسمع عشان اخد قرار، لان انا مش عارف العمليه سهله ولا صعبه. كويس. دكتور البنج وانا بشيل بقول له يا دكتور العمليه سهله ولا صعبه؟ قال لي هضحك عليك واقول لك سهله. عمليه صعبه. لا الدكتور بتاعنا كويس. قال لي اقول لك سهله؟ لا ده عمليه صعبه. بس ان شاء الله ما تقلقش. بالظبط. على فكره احنا عندنا هنا لا يسال بنجاوب. لما يعني مش هقول لك عمليه سهله ولا العمليه طبعا صعبه، والعمليه فيها شويه الام بعد العمليه، والعمليه كل حاجه بتتقال بصدق ومصداقيه. انت حسيت بالكلام ده وانت بتقوله؟ فعلا. يعني كل اللي انا سمعته هو اللي فعلا الالم اللي في زوري فعلا في الالم هنا الدعامات. ركبنا لك منع الالم. لا ما انا يعني ما رضيتش تركب. مش ما رضيتش، الاحداث كانت سريعه. يعني انا جاي لحضرتك اتفاجئت بيقول لي خش العمليه. انا اخش العمليات دلوقتي. احنا عندنا حاجه عندنا بمواعيد. فما كانش في ترتيب للاحداث. قول لي بقى الحمد لله خلال 10 ايام دول ايه اللي اتحسن؟ هو انا حاسس بتحسن في ان انا بدور على حاجه واحده بس في التحسن في خلال ال10 ايام دول، والدعامه كانت في مناخيرك. انا بدور على الخنقه. ما عادش في خنقه تمام. والمدام اكدت اللي انا لسه سائلها دلوقتي، الخنقه اخبارها ايه؟ لا مفيش خنقه. والصوت؟ ما هو مفيش صوت. انا عايز مفيش صوت. صوت الشخير مفيش. ما انا ما بتنفسش من مناخيري بس فاتح بقك. طيب في شخير؟ لا. بس يعني الشخير اللي انت جاي بيه الى حد ما قل، والخنقه انتهت تماما. الحمد لله. والنفس بقى اللي كان ال10 ايام وانت قلقان ونفسي مكتوم صح؟ النفس اخباره ايه؟ لا دلوقتي لا، تنفس خلاص من بقي خلاص، انا ما عادش اقفل بقك وخد نفس. خلاص. انا عايزك انا بطمن والله. يعني انا عشان خاطر الاسلام بعد ما خرجت من عند حضرتك يعني انا ولما بلقيت التحسن، الدكتور اسامه بيقول لي هتحسن كل يوم عن اللي قبل. تمام. فكل يوم اتعب شويه اقول فين التحسن ده؟ انا مش شايف تحسن. بس فعلا لا حسيت بتحسن. الحمد لله. كنت بحس بتحسن. فيعني ثقه، يعني ربنا يبارك لحضرتك في رزقك، وربنا يبارك لك يا رب في وتبقى احسن من كده كمان يا دكتور. مبسوط يا اسلام بابا؟ وهو انت بتقول دلوقتي انت اتبسطت ان هو خف وما بقاش يعمل لك قلق ولا ازعاج في البيت من الشخير والكلام ده كله؟ قول له طب الحمد لله على السلامه يا بابا، خده حضن كده وبوسه وبتاع. الحمد لله على سلامتك يا استاذ شريف، وانت الحقيقه منورنا جدا. ويعني قصه ظريفه من قصص الحقيقه المرضى بتوعنا. على فكره انا بستمتع جدا وانا بسمع قصته، وبستمتع جدا لما بسمع طفل زي ده، بستمتع وببقى مبسوط جدا 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 جدا. لان قد ايه بتبقى فرحتي ان طفل صغير زي اسلام باباه عامل له مشكله وهو بيحب ومش قادر هيقول له ايه، ونفسه باباه يبقى كويس، ونفسه باباه يبقى مرتاح، ويبقى طبعا كان بيبقى متنرفز. الاستاذ شريف كان بيبقى متنرفز على الاسره كلها، وانا متاكد من كده 100%. النرفزه دي هتقل بنسبه 99%. فالكلام ده كله طبعا زوجته قاعده قدامنا
وقلقانه جدا قبل ما نشيل الدعامه، وقلقانه جدا وكل حاجه. اول ما اتشالت الدعامه راح باصص لها قال لها انا بقيت كويس، خدي بالك انا بقيت كويس خلاص. الحمد لله. صح كده؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، والحمد الله لله على يسلمك. سلامه زوجتك، والحمد لله على سلامه اسلام برضه. ربنا يبارك لك مش يا كده؟ دكتور. الحمد لله على سلامه يعني المرضى بتوعنا كلهم، وده فضل من ربنا علينا وعلى مرضانا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.